الايفون 17 برو ماكس بيجي بابجريد في كذا حاجه عن الايفون 16 برو ماكس. اول حاجه الموبايل بيجي بمعالج جديد طبعا وهو الاي 19 برو. كمان الموبايل بيجي ب 12 جيجا رام بدل 8. وكمان الثلاث كاميرات الخلفيه في الموبايل بقوا 48 ميجا بكسل لكل كاميرا، والكاميرا الاماميه بقت 18 ميجا بكسل بدل 12 ميجا بكسل. كمان عندنا غرفه تبريد فيبر شامبر، ودي المسؤوله عن تبريد الموبايل ان شاء الله يعني نتمنى. كمان الموبايل بيجي بنسختين، نسخه منهم بتنزل للشرق الاوسط ونسخه منهم موجوده عندنا في اوروبا هنا. النسخه اللي بتنزل للشرق الاوسط وهي بشريحه الاي سيم ببطاريه 5088 ملي امبير، والنسخه اللي عندنا في المانيا هنا دي النسخه اللي بيتركب فيها شريحه فيزيكال وشريحه اي سيم. وبصراحه ده اريح لان انا عملت فيديو قبل كده عن قصه الاي سيم انها مقرفه، ولكن البطاريه بتكون 4832 ملي امبير، يعني تقريبا 250 ملي فرق بينها وبين الموبايل اللي بشريحه اي سيم بس. كمان الموبايل بقى بيدعم سرعه شحن 40 واط بعكس الايفون 16 برو ماكس كان 27 واط بس. اخر حاجه طبعا وهي نظام اي او اس 26 اللي هينزل بشكل رسمي مع التليفون، ولكن هو لسه ما نزلش بشكل رسمي للايفون 16 برو ماكس. دي كانت الفروقات الجوهريه بالنسبه للموبايلين على كلام شركه ابل. لسه بقى هنشوف الكلام ده هيترجم لاداء عامل ازاي على ارض الواقع.